على كتابة دستور شاركوا فيه الأمريكان، وصارت فيه شاركت جاءت مع الأمريكان في تقاسم. استاذ صالح بس ثانية اسد التليفون وافتحه مرة لوك حتى الصوت يصفى. لحظة واحدة. يلا غادي. الو، تفضل استاذ صالح، انت على الهواء الان. نعم، اقول انه العمليه السياسيه بالاساس بنيت خطا. هو الدستور كتب من قبل الامريكان ومن جاء مع الامريكان، وبني الكتب على اساس تقاسم المنافع بين الفئة التي جاءت مع المحتلين الى فللاسف الشديد التحالف الاسلامي الشيعي، وللاسف استعمل هذا المصطلح، اتفق مع التحالف القومي الكردستاني على اساس دستور يعطي للاخوه الكرد ما يريدون، ويعطي للتحالف الاسلامي الشيعي ما يريد. الشيعي بين قوسين، لان الشيعه مو بالضروره ممثلين بهذه الاحزاب، وبالنتيجه اخذوا الاسلاميين الحكم في العراق، واخذوا الاخوه الكرد ما يريدوا من دستور على المزاج، وبالنتيجه اليوم اكتشف انه الحكم بالطريقه اللي يريدوها الاخوان الاسلاميين او الاسلامويون ممكن يأسس لدولة حقيقية ويؤسس لدولة مؤسسات ودولة مدنية، ولا هذا الدستور اللي الأخوان الكرد رادوه ممكن يظلون محتفظين به. فبدأت المشاكل، لأنه ما بني على باطل هو باطل. القضية بنيت على حساب العراق كلها، واليوم الكل يدفع الثمن. الكرد يدفعون ثمن، والسنة يدفعون ثمن، والشيعة يدفعون ثمن، والتركواني والمسيحيين وكل أقليات في العراق أيضا تدفع ثمن، كله لأنه هذا الموضوع بني على باطل. احنا قد ما فزنا بالانتخابات في انتخابات 2010 كان الموضوع رئاسة الوزراء العراقي، لكن للأسف الشديد كانت هناك إرادة أمريكية وإيرانية أن تعطي الحكم لدولة القانون. وهنا أقول للأسف مرة أخرى الأخوة الكرد تعاونوا في هذا الموضوع، لأنهم جاملوا الأمريكان والإيرانيين واعتقدوا أنه ممكن أن هذه العملية السياسية تمشي ما يخدم مصالحهم، واليوم اكتشفوا أن هذا الموضوع خطأ. وحتى أطراف التحالف الوطني الإسلامي الشيعي اليوم غير راضية على إدارة الحكومة الحالية. عندما جينا إلى موضوع استعمال الدستور وفق الأسس الديمقراطية لاستجواب رئيس الوزراء، واللي هذا الموضوع يفترض أنه موضوع اعتيادي، قامت الدنيا ولم تقع، في حين أنها عملية اعتيادية ممكن تؤدي إلى سحب فقر، وممكن لا يطلع المستشار منتصر أمام الجمهور ويحقق ما يريد. لكن لأنهم يخافوا، لأنهم يعرفون على أنهم على باطل، لا يريدون هذا الاستجواب أن يتم. أستمع. نعم دكتور صالح، هناك بعض المعلومات تشير بأن أنت ما شاركت بموضوع أربيل، ما رحت إلى اجتماع أربيل، وأيضا ما رحت إلى الأردن، هذا المعلومات، وكأنما هناك لقاءات سرية بينك وبين السيد نور المالكي
لإعادة العلاقات بينكما وضرب القائمة العراقية ورجوعك إلى وظيفتك الرئيسية. هل هذا الكلام طبعا هذا السؤال من رجل سياسي مخضرم جدا يوميا موجود على الفضائيات وصديقك أيضا في نفس الوقت. تفضل. ممكن أعرف اسمه حتى الحوار. والله ما أقدر أقول لك اسمه، أنا وياك بيني وبينك أقول لك، مو على الهواء أقول لك، بيني وبينك أقول لك. فد لحظة خلي أقول لك، راح أسد الخط من هنا وأقول لك. قلنا لأخونا السائل، نعم، قلنا ما تجوزوا من التشكيل، ما تجوزوا من نظرية المؤامرة، ما تجوزوا من التصوير. ما عرفت الناس الفترة كلها من ممكن يبيع أو ممكن يشترى. هذا ما بي إنصاف هذا الحديث. يعني أنا أبيع مشروع حتى أصير نائب رئيس وزراء، ليش أنا مو نائب رئيس وزراء؟ لا دكتور، أستاذ دكتور صالح عزيزي، هو قال اسأل، ما متأكد من هذا الكلام أني. قال هناك دعايات عليه، قال هناك دعايات عليه، اكو شيء هو يريد يتأكد من عندك حتى تفهم العالم بأن هذا الكلام. ما خالف انا ما احكي عليه هو، لا احكي بشكل عام على اللي يشوفون. اقول انه يعني كيف المرحله فرزت من هو النبيل، من هو الشريف، من هو الوطني، من هو القابل يعني يساوم، ومن هو الصامد على مشروعها. حتى الضحيات اللي ضحيناها كلها وبعدنا عليها علامات استفهام ما يجوز. انا ليش اروح اقعد اعداد سريه ويا المالك؟ اذا اريد اسوي صفقه، ليش اسوي صفقه ولا صالح العراقيه كمشروع؟ ليش اسوي صفقه ابعد بها العراقيه؟ واي واحد من عندنا هذا المشروع الكبير هل هو اضعف ام اقوى؟ اكيد انا من هذا المشروع انا اقوى. ليش اسوي صفقه واستبعد؟ هناك محاولات كثيره للجلوس مع السيد المالك، وانا الحقيقه مو غلط ان ابعد من السيد المالك، لكن الغلط ان تعطى اشاره الى القوه اللي تحالفت ويانا بالمرحله الاخيره في انه هناك لقاءات من خلف ظهورهم، وهذا ما يريد يصير، لانه احنا نريد نكون في كامل الشفافيه وفي كامل الصدق مع حلفائنا. واذا احد من حلفائنا يريد يتراجع ويتنازل عن الكلمات والعهود اللي اعطاها، اكيد احنا ما راح نكون في هذا الصف، راح نكون في الصف اللي ملتزم بكلمته مع حلفائه الى اخر ساعه. نعم دكتور، السيد نور المالكي قرر البارحة بأنه سوف يرشح إلى دورة ثالثة. هل هذا الكلام صحيح؟ وهل بإمكان الفوز إذا أراد يرشح نفسه؟ وهل الدستور يسمح لهكذا أمر؟ الدستور يسمح وفق الوضع الحالي، لأنه لم يشرع قانون يحدد الفترة لحد الآن. لكن إذا ما شرع دستور قانون العفو ربما تكون الأمور غير شكل. وإذا ترجع للأخ المالكي، أنا أعتقد هو يريد يرشح المرة 30 مو المرة 3. إذا يعني الله طال طولة العمر. فهذا الموضوع اعتقادي من يستبد بالسلطة ويذوق طعم الاستبداد صعب أن يتركها، وهذا هو الخطأ الكبير اللي حصل في العراق. القوى السياسية في العراق أعطت فرصة للاستبداد، للانفراد، للدكتاتورية، وكلها راح تدفع ثمن. بالمناسبة كلها راح تدفع ثمن هذه المجاملة التي أعطتها لكي يكون هناك انفراد. إذا تذكر جنابك ويذكر الأخوة المستمعين لهذا البرنامج، أنا بداية الأمر شخصت الموضوع، أول واحد يمكن يشخص الموضوع، وقلت هذا الأخ المالكي أصبح دكتاتورا وهو منفرد بالسلطة وتحول من شخص ديمقراطي إلى شخص سلطوي. قامت الدنيا ولم تقعد.
من كتل سياسية كثيرة، وبعدين هذه الكتل نفسها تشهد فيما بعد وكتل أخرى أيضا أنه لا، كان دكتاتورا وأصبح دكتاتورا أو سيصبح دكتاتورا، وبدأت تتكلم بهذا الموضوع. بس جاء الوقت متأخر، جاء الوقت بعد ما الأخ المالكي تقوى بالسلطات الأمنية والعسكرية، وأصبح يعني من الصعب عليه أن يغادر. وأيضا الكتل السياسية سمحت له بمزيد من الخطأ بحق الناس، بحيث هو يعرف اليوم إذا غادر السلطة ربما سيحاكم، ولذلك يعني ما بإمكانه أن يغادر السلطة، وهذا كله خطأ الكتل السياسية. دكتور صالح عزيزي، قبل أسبوع كانت ضيفتنا الست مريم الرئيس مستشارة رئيس الوزراء تفند كل ما تقولون، تقول إنها كلها تهم، والسيد نور المالكي ليس دكتاتور، والسيد المالكي يعني تمدح السيد المالكي كل هواية. نصدق من؟ صحيح. وبالأمس لا نعم هي مو دكتاتور، هي الست مريم أكيد مو دكتاتور يا سيدي، لكن العراقيين دكتاتور. نعم يا سيدي، ولكن أنا أقول لك أول البارحة كان ضيفنا الشيخ صباح الساعدي، تعرفه يعني الشيخ صباح الساعدي ما شاء الله عليه، ما خلى شيء بالمالكي مثل يعني حكي العراقي ملخة تمليخ. المن نصدق ملخة تمليخ، ما خلى له شيء. المن نصدق مريم لو نصدق الشيخ صباح الساعدي؟ أيهما صادق؟ الست مريم هي موظفة عند السيد المالكي، وهذا شوية مجروحة، لكن الأخ صباح الساعدي هو عضو برلمان وهو راقب وهو شخص تشريعي وله وجهات نظر محترمة وجريئة، واللي يعرف عنده كم برلماني مثله يقدر يعبرون عن رأيهم بالشجاعة اللي يعبرون بها اليوم. راح أقول لك شيء، صدقني نسبة كبيرة من التحالف الوطني اللي المالك يجزء من عنده هم واصلين بنفس القناعات اللي واصلين إليها الآن، لكنهم يخشون المالكي أو لديهم مصالح مع المالكي، ولذلك ساكتين. نعم. عندنا الأخت ليلى من بريطانيا. تفضلي أخت ليلى من بريطانيا، تفضلي اسألي سؤالك. شكرا لك أبو أحمد، تحياتي واحترامي للجميع، تحياتي واحترامي للأستاذ صالح المطلق، أتمنى يكون الصوت مسموع. حقيقة أستاذ صالح المطلق، إذا كنت تسمح لي بوضوح، في البداية بس أريد أنوه على فد أمر لحضرتك، أنه عدم مشاركتكم السريعة في العملية السياسية بالبداية كالجانب السني أقصد، وثانيا أنه موقفكم ومدحكم للحزب البعث بوقت غير مناسب، كانت ذيك الفترة يعني أكو حساسية بين الشعب وبين حزب البعث. والأمر الآخر مسألة يعني علاقتكم مع تعاملون مع مثلا كنت الأمور الكردية وكأنه أمور لشعب آخر، لأحزاب خارج حدود العراق، وكأنه الكرد بس يحصلون على مبتغاهم ممكن ينفصلون وينعزلون عن العراق. ما يعني انتبهتم على أنه هؤلاء الناس عراقيين، ما خليتونا كشعب كردي يشعر أنه أنتم تحاسبونه كمحاسبة باقي العراقيين العرب. سؤالي هو أستاذ صالح المطلق، ضروري جدا السنة العرب يشتركون في العملية السياسية، مو مشاركة يعني هامشية، ولكن مشاركة في القرار السياسي، في صنع القرار السياسي. هذا أولا. الشيء الثاني،
ليش وضحوا، أنا اللي أريده أنه توضحون لكل المجتمع العراقي كردا وعربا شيعة وسنة شنو الأسباب اللي خلاكم واللي خلوا الكثيرين يوصفون سيد المالكي بالدكتاتور. الشعب العراقي كل العراق من الشمال للجنوب محتاج توضيحات، محتاج انه انتم توضحون شنو الاسباب، مو مجرد انه انتم اللي نفسكم تعرفون هذا الشيء. ليش سحب الثقة؟ ليش الاستجواب؟ ليش انه هو دكتاتور؟ او ليش انه ما نقبل بدورة ثالثة؟ انه احنا نريد انه الحاكم الحالي او السلطة التنفيذية يتعلمون انه يسلموها السلطة لناس اخرين. احنا استاذنا العزيز صالح المطلق ما نريد دكتاتورية الاغلبية، وهذا امر كلش مهم. دكتاتورية الاغلبية مصيبة، وخاصة بعد ما انتم حضرتكم تعرفون انه دولة القانون عندهم دكتاتورية حتى في داخل التحالف الوطني. شكرا، ولكم المايك. شكرا لك ابو احمد. يعني ماكو كلها أخطاء، أخطاء وإحنا أخطاء، والأخواني أقرب واحد علي يعني الساسة الكرد الآن هو الأخ مسعود البرزان. والأخ مسعود البرزان في يوم أخطأ عندما يتكلم عن العرب بالطريقة اللي كان يتكلم عنها، ونحن أخطأنا في بعض خطابه لأنها كانت أنه دكتور صالح بس لحظة، خلي أسد الخط مرة لوخ، لين مرات الصوت يصير يعني مرتبك. أسده لحظة واتصل بك حتى يصفى مرة خصتك. الو، تفضل دكتور استمر. اي اقول الكل اخطاءات، ويعني احنا ما معصومين من الخطا، لكن اكيد هذا الخطا ما كان بسوء نيه، كان اجتهادات. احنا اعتبرنا انه اي احتلال للعراق او اي تغيير للعراق هو جريمه كبرى، وحزبنا الحقيقه محتفلين بهذا الموضوع. قسم من الاخوه لا استعانوا بالمحتل وجو داخل العراق وغيره. فاحنا يعني اكيد انا شخصيا لا توجد لدي عقده لا سابقا ولا لاحقا ولا اليوم من الاخوه الكرد، لكن انا يعني مو مع التعصب اللي يصير لا عند الكرد ولا عند العرب، لانه هي هذا ما يبني البلد. واليوم صرنا متقاربين اكثر من الاخ مسعود البرزاني، لانه خطابه تحول من خطاب قومي بحت الى خطاب وطني اعم دون ان ينسى الحياده القوميه. فالموضوع الثاني موضوع عن ليش السنه ما شاركوا بالعمليه السياسيه. الاخت ليلى يبدو هي سياسيه محترفه، انه تعرف جيدا ان الامريكان من جو للعراق جو لعزل السنه عن الحكم، وجو لتهميشهم، وجو اعتبارهم انهم يمثلوا البعث ويمثلوا صدام حسين وحاولوا يلصقوا بالتهم بهم. والدليل على ذلك انه كل ما كانوا يتقدمون الى العسكريه بنظام الجيش يتقدمون 100 ياخذون واحد او اثنين من العظم، والبقيه يضايقوهم ويملون ويرجعون لبيوتهم. الاحتلال كان من جزء من اهدافه هو ان يقسم هذا المجتمع الى مجتمع سني كردي شيعي، وبالتالي لازم يخلي ناس مظلومه تنتفض، فخلى السنه في هذه الزاويه حتى يشعرون بظلم سنه الفتره وما تستخر العمليه السياسيه. كان يشتغل يصير اكو وعي سياسي عند السياسيين اللي بالحكم، لان يعتبرون انه ما حد يقدر يهمش مكون بهذا الحجم ويتعامل وياه بهذه الطريقه. كان الحكم السابق والقبله قدر يهمش، ما قدر يهمشهم،
بقوا الكرد يناضلون إلى أنه أخذوا حقوقهم، ولذلك ما حد يقدر يهمش أحد. اليوم مطلوب أن الكرد، العرب، التركمان، السنة، الشيعة كلهم يكونون جزء من مشروع وطني واحد، ويتفكرون على الله في أنه ينطلقون انطلاقة جديدة بعيدة عن هالتحسس، لأنه الطريقة اللي قاعد تبنى بها الدولة اليوم صدقوني لا يمكن أن تبنى دولة أبدا. ستبقى هذه الإشكالات قائمة، ولن يبنى بلد ولا تبنى دولة. النتيجة في النهاية التقسيم إذا بقت الأمور بهذه الطريقة. نعم دكتور، معنا الآن الكاتب المعروف الأستاذ أياد السماوي. تفضل أستاذ أياد، سؤالك. أشكرك أبو أحمد. السلام عليكم، وتحية للأستاذ الدكتور صالح المطلق نائب رئيس الوزراء. حياك الله دكتور، ومرحبا بك وأهلا وسهلا، وإحنا سعداء بوجودك ويانا في منتدى شمس الحرية. دكتور صالح، الحقيقة أنا عندي 3 أسئلة، وأرجو أن يتسع صدرك وتجاوب بشكل مباشر وصريح. وأنا أعرفك أنت رجل شجاع وصريح، ويعني وتستطيع أن تجيب بشكل مباشر. السؤال الأول دكتور صالح، أنا أسألك عن آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء. هذا سؤالي الأول، كيف تتخذ القرارات في مجلس الوزراء؟ السؤال الثاني، أنا أريد رأيك دكتور صالح بصراحة، أريد رأيك أنت كنائب لرئيس الوزراء وكرئيس تكتل سياسي له ثقله في الساحة السياسية العراقية. ما هو رأيك في عقود النفط التي وقعتها حكومة إقليم كردستان بالضد من إرادة الحكومة الاتحادية في بغداد؟ هذا السؤال الثاني. وأريد رأيك بصراحة أيضا حول موقفك من كركوك. الأكراد في مشروع الدستور، مشروع دستور كردستان، اعتبروا أن كركوك هي جزء من أراضي كردستان. أنت شنو رأيك؟ ولا زال الكرد يطالبون بضم كركوك إلى خارطة كردستان. ما هو رأي صالح المطلق حول قضية كركوك؟ وشكرا لك دكتور، وحياك الله، وأنا أنتظر الإجابة من عندك. بارك الله فيك. سأجاوبك في كل شيء. بالنسبة إلى آلية اتخاذ قرارات مجلس الوزراء، أنا قلت هذا الجواب على العراقية، وقد سأستغل هذا اعتبر أنه لا مجاملة. وأنا الحقيقة أنا في حتى مع خصمي، مع عدوي وإن شاء الله، لكن مع خصمي. دكتور صالح أيضا ما أعرف اليوم شنو السبب، يعني هسه الآن هل لديكم تشويش من الأمريكان دكتور صالح على الصوت؟ ما أعرف يعني شيء. يا ريت تسد للخط، أما أتصل بك مرة له. شيء غريب يعني، هاي أول مرة يصير عندنا. يا ريت تسد الآن. تفضل دكتور. أنا أخاف الحديث مالي ما كان واضح. قلت أنه أنا في عندما سئلت على قناة العراقية نفس السؤال اللي سألني به الأستاذ اياد الآن، قلت بصراحة أنه آلية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء تتخذ بطريقة ديمقراطية، يعني أن رئيس الوزراء له صوت واحد حال أي وزير أو نائب رئيس، وهو يدير الموضوع بوطنية. هذا فيما يخص مجلس الوزراء. لكن أنا أوضح شيء. أولا أن معظم الأمور اللي تجي إلى مجلس الوزراء هي أمور ثانوية، والأمور الكثيرة تطبخ خارج مجلس الوزراء. واسمعني،
تسمعني؟ نعم دكتور، نعم دكتور، صوتك واضح، تفضل. المشكلة الأخرى أن المالكي القضية الأساسية اللي يعاب عليها اليوم هو إدارة الملف الأمني كونه قائد عام للقوات المسلحة. في هذا الملف يديرها بطريقة دكتاتورية وفردية وسلطوية وبقسوة عالية جدا مع الأبرياء ومع المذنبين على حد سواء، لا يميز، بلدوزر يسحق في الملف الأمني بدون وجود قيادة عامة للقوات المسلحة. يعني هو لو كان عنده قيادة عامة للقوات المسلحة وهو قائد عام كان يتشاورون وياه، يشاورهم، ينصحوه، هذا صح هذا غلط، لكن خلاص هو يتدخل حتى في توجيه الفوج في الجيش العراقي وأصغر سرية ربما يوجهها، يعني يتدخل في أمور القبض على شخص موجود في الأنبار أو في ديالى بفوج من بغداد، ولا يعتمد على الفرقة الموجودة في الأنبار أو في صلاح الدين. هذه المشكلة هي إدارة السيد المالكي. الموضوع السؤال الثاني في موضوع عقود النفط في كردستان. أنا لست مع الطريقة التي عقدت فيها هذه العقود، ولدي وجهة نظر في هذا الموضوع واضحة، واعتقد ان الحكومة المركزية يجب ان يكون لها رأي في هذه العقود حتى نعمل كبلد واحد. لا يجوز ان عقود في البصرة توقع بطريقة الخدمات وعقود اخرى في الشمال تدار بطريقة الاستثمار، لان بالنتيجة صافي الربح اللي يجي من النفط راح يوزع على كل العراقيين، فصافي الربح راح يجي من الجنوب وغير صافي الربح راح يجي من الشمال للبرميل الواحد. وبالتالي هذا الموضوع اعتبره انا من وجهه نظري غير صحيح، ولكن هذه وجهه نظري الشخصيه، علما اني لست مطلعا عما يجري في موضوع قطاع النفط من عقود. وكما قلت لك هذه العقود المركزيه وغير المركزيه تدار من خارج مجلس الوزراء وبصفقات خارج مجلس الوزراء ولا نطلع عليه. الموضوع الثالث موضوع كركوك. أنا وجهة نظري من البداية أن كركوك محافظة عراقية ويجب أن تبقى عراقية، ويجب أن تكون هناك مشاركة بين كل الأطراف في إدارة الحكم في كركوك. ودم كركوك بتشكيل غير التشكيل الموجود به حاليا سيؤدي إلى مشكلة، لأنه لو فرضنا أن الأخوة الكرد هم أغلبية في داخل كركوك، يعني نقول 51 55 قريب ال 49 أو ال 45% الآخرين اللي من ينضمون إلى إقليم آخر، شو نسوي بهم؟ ولا ما لهم حق أن يعيشون في مكان هم يعتقدون أن هو يرتاحون في ارتباط، يعني يجب أن يؤخذ في نظر الاعتبار مشاعر هؤلاء الناس. فإحنا إذا نفكر في بلد واحد، كركوك اليوم كمجتمع هو منسجم انتماء بين عرب وأتراك وتركمان، وأنا زرتهم وما شفت التحسس بيناتهم. قضية سياسية استحملت في يوم من الأيام من قبل الأخوة الكرد بمزايدة سياسية، أن الكرد كركوك هي القدس الأكراد، والعرب أيضا قالوا أنه كركوك عربية. احنا نقول كركوك عراقية لكل العراقيين، للتركمان والعرب والأكراد، الإسلام والمسيحي. نعم دكتور، معنا أخت عراقية عايشة في أمريكا وهي سياسية محترفة، شوية العربي مالها يمكن مكسر بس أتمنى أن تفهمها. أخت بيست فريند، تفضل يأخذ المايك، شوية تحكي وياك يمكن بالإنجليزي تطبق وياها شوية، خليه. مش عارف شو اسمها؟ بلي شو اسمها؟ اسمها بيست فريند. تفضل يا أخت بيست فريند، أخذ المايك عيني.
هلو السلام عليكم. هلو أستاذ المطلق، شلون الصحة؟ شلون كل العراقيين؟ and how's everybody doing؟ أستاذ المطلق أنا عندي 3 questions. أول واحد هل هناك توحد بين الأحزاب العراقية؟ وإذا كان اكو توحد من يا حزب راح تنتمي أنت؟ هذا first question. second واحد هناك تخبط بالسياسة العراقية والسياسيين، ونحن نعلم اكو إرهابيين من جميع الجهات تدخل بالوسط السياسي العراقي. بالملف الأمني وكل هذه الأمور ما أسأل بهذا الجانب، بس الجانب الآخر هل هناك مطالبة دفع الإرهابيين بالعراق، مطالبة بالفيدراليزم، لو الانشقاق بالعراقيين I mean الشيعة والكرد والسنة كل واحد يسوي فيدراليزم، مو فيدراليزم بس كل واحد يريد دولة. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث نحن نعرف الدستور العراقي هو الشخص القادم بعد الحكم أو قيادة رئاسة الوزراء يكون من النسبة الأكثرية البوبوليشن. من تتوقع هو able وياخذ هذا البوزيشن بعد أستاذ مالك نوري المالكي المالكي أستاذ نوري المالكي؟ هذا السؤال الثالث. بعد عندي جزء من السؤال الثاني، الفيدراليزم. أنت تعرف الفيدرالية، ما هو انطباعك عن الفيدرالية بالعراق which is of head؟ مثل الفيدرالية بالعراق مثل هو واحد حكومة يعني فيدراليزم، وأذر الباقي الفيدرالية بالعراقيين بالمناطق العراقية. شنو رأيك بهذا؟ هو جزء من السؤال الثاني. ثانك يو، شكرا استماعك. صالح فهمت الأسئلة مالتها؟ فهمت؟ اي والله صح، يعني معظمها فهمت، بس السؤال الثاني ما سمعته زين. يلا هسه اللي سمعته، لانه هي تريد تحكي وياك بالانجليزي حتى تفهمك اكثر. اي والله لا تحكي وياي بالانجليزي احسن. يلا بس فريند احكي وياي بالانجليزي الحين، تفضلي. Hi, it's me again, أستاذ المطلق. Do you believe in federalism بالعراق? The system, new system federalism. This is the first part of the first question. second question. The other part, هل هناك لحظة بس تفرين لحظة. البروبلم جات اليوم بالعربي، البروبلم بالتليفون. So I think I get your question and I will answer that. All right, thank you. Did you get them all? اوكي بس تفرين راح يجاوب عن نوع الفدرالية في العراق. احنا لسنا ضد الفدرالية في العراق، لكن ما حصل في العراق من توصيف للفدرالية هو مختلف عن كل فدرالية العالم. على سبيل المثال الدستور أعطى للإقليم صلاحيات أكثر من صلاحيات المركز، أي في حالة تناقض القرار بين المركز والإقليم فالقرار يصبح للإقليم وليس للمركز. هذا يعني أنه لا توجد هنا دولة حقيقة، يعني خلاص إذا الموضوع يجي ويروحون للتقسيم ويفضوها، لأنه ماكو دولة تعمل بهالطريقة هذه، ما أعتقد أكو دولة تعمل بهالطريقة هذه. موضوع توحد الأحزاب والأحزاب موحدة أو لا حقيقة هناك مشاريع متناقضة جدا وأحزاب متناقضة جدا، وهناك أحزاب متعصبة قوميا، وهناك أحزاب متعصبة طائفيا، وهناك أحزاب ليبرالية وطنية. كنا نتمنى أن الأحزاب الليبرالية الوطنية أنه يعني تأخذ أغلبية تستطيع أن تحكم العراق بطريقة نعتقد
أن العراق بتاريخه كله ما ممكن يحكم لا من قبل سنة ولا من قبل شيعة لوحدهم ولا من قبل كرد لوحدهم، يحكم من قبل ناس عندهم مشروع وطني يستطيعون أن ينظروا للكردي والعربي والتركماني بنفس النظرة، وما عندهم نظرة المتعصب الطائفي أو المتعصب القومي. لكن للأسف الشديد عندما فازت القائمة العراقية كان يفترض أن تعطى الفرصة لتشكيل حكومة، اتفقت الأحزاب القومية والأحزاب الطائفية على أن لا تعطى الفرصة للقائمة الوطنية، وحصل ما حصل. الموضوع معقد شائك. أعتقد أنه احنا نحتاج إلى زمن ليس بقصير حتى تصح العملية السياسية البائسة التي وضعها الأمريكان في العراق. نعم دكتور. نطول وياي اليوم؟ نعم. راح نطول؟ لا ما راح نطول. تحياتي عزيزي دكتور صالح، أنا غير نشتاق لك. أستاذ ذكاء تفضل. نعم. أنا والله أدري بيك مشغول أنت، أعرف مشاكلكم، أعرف أنه أنا اليوم اتصلت بدكتور محمود أيضا، رد تسلم عليه، يا ريت تسلم عليه، قل له معود أبو أحمد يسلم عليك هواية. خابرته وطلع لي ابنه عبد الباسط. اي والله ده تشوفه، مو ده تشوفه؟ اشوفه هو عنده مشاكل، هو ما خلى واحد ما خلقوا له مشاكل. اي والله صدق، اي والله صدق. لك حق. تفضل استاذ ذكاء، تفضل. شكرا جزيلا. تحياتي للجميع. انا سؤالي الاول للدكتور الاستاذ صالح المطلق. اولا انا كمواطن عراقي ماذا يهمني من يتولى الملف الأمني؟ أنا أبحث عن أرقام وعن نتائج. يعني هل كان الملف الأمني أفضل عندما كان هنالك وزراء للداخلية والدفاع مثلا، أفضل من حال الآن؟ وخصوصا أنه السيد سلام الزوبعي تكلم كثيرا عن أن القائمة العراقية، اتهم القائمة العراقية ببيع منصب وزير الدفاع وعروض مالية تطرح من أجل بيع وزارة الدفاع لأشخاص، هذا بلسان أحد أعضاء القائمة العراقية سابقا اللي هو السيد سلام الزوبعي. السؤال الآخر، لم نسمع أي موقف من القائمة العراقية تجاه المتهم الهارب طارق الهاشمي، وخصوصا بعد الاعترافات الكثيرة التي قالها الشيخ خضر إبراهيم المشهداني في المحكمة ورشا الحسيني وحمايات طارق الهاشمي، وأصبح هنالك يعني بالدليل الملموس لدى العراقيين أن الهاشمي كان مشترك بعمليات إرهابية وهو عضو بارز من العراقية، ولم نسمع رد فعل واحد على الأقل اعتذار للشعب العراقي، وخصوصا أنه الهاشمي ليس الشخص الأول اللي يخرج من العراقية متهم بأعمال إرهابية. السؤال الأخير، من يقرر للقائمة العراقية كيف تتحرك؟ أنتم يا سيد المطلق فقدتوا الكثير حتى من شارعكم في الموصل وفي كركوك وحتى في الرمادي. يعني من يقرر؟ لماذا أنتم اشتركتم في قضية أنتم خارج، يعني خارج قوس صراع بين أقليم كردستان وبين الحكومة المركزية يتعلق بتهريب النفط أو عقود شركات النفط؟ أنتم يعني لماذا دخلتوا في هذا الصراع وحتى أعطيتم صورة سلبية لدى الشارع اللي انتخبكم أنه أنتم ربما يعني تسايسون على مصالحهم ومصيرهم؟ شكرا جزيلا. أولا الأخ سلام الزوبعي لم يكن عضوا في القائمة العراقية، وهذا الكلام اللي تكلم الحقيقة كلام يعني ما بإنصاف نهائيا، لأنه إذا أكو بيع وشراء لهذا الموقع هو حصل في وقته، يعني هو كان إذا أكو صفقة هو جزء من عدها، وإحنا بعيدين عن هذا الموضوع نهائيا. لكن أعتقد أن هذا الكلام فيه كلام صار به كثير من الإسفاف من جانب الأخ سلام، وما يتناسب الحقيقة، مو مع كونه سياسي ومو سياسي، لكن كونه ابن عشائر ما يجوز أن واحد يتكلم بهذه الطريقة. اثنين، موضوع الاتفاق مع الأخوة الكرد، احنا ما اتفقنا ويا الأخوة الكرد
ضد الحكومة، لأن الحكومة وقفت ضد عقود النفط في شمال العراق. احنا هذا المشروع، مشروع استجواب المالكي، هو مشروع القائمة العراقية، هو المشروع تشخيص المالكي كدكتاتور متفرد. القائمة العراقية شخصت. الأخوة الكرد والتيار الصدري وصلوا إلى نفس القناعات واصطفوا مع القائمة العراقية. مو القائمة العراقية راحت اصطفت، وإنما الآخرين اصطفوا. أنا أريد أقول لك أخي، خلينا نكون منصفين. ليش هو من يساوم على كركوك ومن يساوم على المناطق المتنازع عليها والكذا؟ احنا لو الكتب الدستور، احنا اللي كنا واقفين ضد الدستور، لانه بي قلنا هذه المناطق المتنازع عليها هذه الغام تنفجر على العراقيين في اي وقت. والذي ثبت الماده 140 حتى يصبح رئيس وزراء هو ليس القائمه العراقيه، هو السيد المالكي نفسه. يعني اليوم السيد المالكي يزايد علينا بالماده 140 اللي هو ثبتها حتى يصير رئيس وزراء. نعم، هو الان انقلب على ذلك العهد. احنا بالمناسبه ضد ايضا من ينقلب على الاتفاقات، لانه الذي يعطي كلمه ويتنازل عنها ويعطي وعدا ويتنازل عنه عليه ان يتنازل عن المنصب اولا اللي اخذه بوفق هذه العقود ويصير ضد هذه المواقف. لكن انت جيت وفق مواقف اعطيتها للاخرين حتى تصير رئيس وزراء، واخذت رئاسه الوزراء من الاخرين اللي رفضوا يعطونها المواقف هذه، واليوم هي تنقلب على الاخرين. العقود الزراعيه للعرب في كركوك قبل 3 أشهر اللي فسخها هو السيد المالكي. طيب اليوم السيد المالكي زايد على اخرين في موضوع المناطق المتنازع عليها حقوق العرب. واضح انه قضيه المالكي وليست قضيه مناطق متنازع عليها، وليست قضيه عقود نفط، وليست كذا. المالكي اختلف مع الاكراد ويريد يتخلص، لانه مطيهم التزامات ما يقدر ينفذها، فيريد يتخلص منها بأي شكل من الأشكال. خلق هذه الأزمة. مو احنا المسؤول عنها، هو مسؤول عنها. موضوع الهاشمي، خلي تكون منصفين اخي العزيز. انت سمعت اعترافات من قبل الاخ المشهداني اللي تكلم عنه، ومن قبل رشا. قبل يومين رشا كانت موجودة عند اخوان بالعراقية وتتكلم لهم عن التعذيب اللي مارسوه ضد رشا، وتتوسط على نقل رشا من موقع الانتخابات الموجودة به إلى موقع آخر، لأنها تتعرض إلى أشياء عيب واحد يحكيها. ونفس الشهود اللي شهدوا، احنا التقينا بشهود كانوا خارجين من المعتقل بعد أن اعتقلوا ل3 أشهر أو 4، وتكلموا لنا عن التعذيب اللي مورس ضد هؤلاء، وعن الاعترافات غير الصحيحة التي أطلقت من هؤلاء بسبب التعذيب، وعن أساليب التعذيب الموجودة هناك. فإحنا اللي نسمع أيضا هذا الحكي ونسمع حكي الآخرين. أنتم تسمعون الحكي الموجود بالتلفزيون. أنا المتحدث معك، أنا في يوم من الأيام ثبتوا علي نفس الشغلات اللي ثبتوها على طارق الهاشمي، وهي والله زورا وبهتانا وظلما وتعدي. وثبت أنه بالأخير أنت تلاحظ أنه الناس اللي أخذوا الاعترافات منهم راحوا المحكمة وطلعوا براءة، لأن الاعترافات مأخوذة من عدة التعديل. فعلينا أن نتوخى الدقة أخي. أنا مختلف مع الأخ طارق الهاشمي سياسيا، والأخ طارق الهاشمي يمكن يتكلم علي بالإعلام كثيرا كلام سلبي، لكن أنا أريد أنصف أنه أخوان لا تسمعون كل الحديث اللي يطلع بالتلفزيون. مو صحيح هذا الكلام. جزء منه يجوز صحيح، وجزء آخر تجني وظلم، والجزء الأكبر هو التجني والظلم الذي قد يغطي على الأشياء إن كانت هناك أشياء أيضا موجودة بها.
نعم دكتور صالح، يعني يا ريت تعطينا فد نص ساعة بعد من وقتك، يا ريت. يلا توكل. أشكرك الله يخليك. يعني الأخت عيون عراقية، أخت عيون عراقية من ألمانيا، تفضلي أختي. عيون تفضلي. السلام عليكم، مساء الخير، تحياتي دكتور المطلق، إن شاء الله تكون بخير. السؤال هو هذه العملية، هذا الاختلاف الأخير ثبت للعراقيين أنه الكل هو خارج المؤسسة الديمقراطية الدستورية البرلمانية، الكل يشتغل على تحالفات في غرف مظلمة وفي غرف مغلقة، وبعد أن يشتد الصراع تظهر الحقيقة للشعب بعد أن يدفع الشعب، هو هذا نتيجة الصراعات. هل ممكن أنه الآن باعتبارك نائب رئيس الوزراء أنه تساهمون بإرجاع العملية السياسية إلى مسارها الطبيعي، وأن تكون قبة البرلمان هي المحل الصحيح للقاءاتكم ولاتفاقياتكم؟ هذا الأمر يحتاج منكم إلى وقفة، مو فقط يعني باعتباركم شخص، وإنما أنت أيضا حضرتك في قائمة كبيرة. ف يعني أتمنى من السياسيين أنه لا تكون كيل التهم هو الشغل الشاغل لجميع الشركاء السياسيين. العراق في حالة جديدة من الديمقراطية والمؤسسة الدستورية اللي تحكمه. الشعب يريد أنه ناخذ خطوات جريئة بهذا الاتجاه، حتى لا دائما الشعب يحكمكم انتو داخل عملية سياسية مشوهة. دكتور صالح المطلق، ما هي توقعاتك؟ أنا اليوم قرأت لك تصريح في إيلاف أنه حضرتك ذكرت أنه ليس بالضرورة سحب نتيجة الاستجواب أن تكون سحب الثقة. هل هذا تغيير في دورك، أو قصدي هذا التغيير في الطريق اللي يعني تتخذوه المجتمعين في أربيل؟ هل هناك تغيير في هذا الاتجاه، بمعنى أنتم تسعون أيضا إلى الإصلاح، وأنه الهدف هو ليس تغيير المالكي وإنما هو فعلا هدف إصلاحي من أجل العملية السياسية ومن أجل الشعب بالنهاية؟ شكرا لك وشكرا أبو أحمد، تفضل. أنا بسأل سؤال قبل أن أجيب على السؤال. دكتور صالح، هذه عيون عراقية مقاومتية من الدرجة الأولى. اي والله ما شاقة وياك، الله شاهد. نعم الدنيا متغيرة العاد. اي سؤال سلم لي عليها. هي ده سمعك. بس هي مدينة سياسية واعية تعرف شو. طبعا بسأل الأخت عيون أنه واحد من هو نائب رئيس وزراء، زين ليش يأخذ هالمواقف إذا كان قضية شخصية الموضوع، غير يأخذها لأنه يشعر أنه الأمور ما ماشية باتجاه مصلحة البلد بشكل سليم؟ إلا أنا اليوم من التغير المالكي، يعني يتغير المالكي تغير الحكومة، من يطلع المالكي أنا أطلع وياه. فإذا كان عندي مصلحة شخصية مثل ما القسم يعتقد أبخر نائب رئيس وزراء وموقع مهم، والموقع الآن معروف أنه رئيس الوزراء للتحالف، فأنا ما أقدر أستكشف من هذا المكان، من يصير تغييري أفقد موقعي. لكن يا أخوان، احنا غير وصلنا إلى قناعة أنه البلد ما ممكن يمشي بها الطريقة، لذلك بنتكلم هالكلام هذا. ليش احنا من طرحنا الاستجواب وسحب الثقة؟ طرحناه لأنه هو هدف، عندنا قضية شخصية ويا المالكي، عندنا عداء ويا المالكي. لا، احنا ما طرحناه كهدف، احنا طرحناه كوسيلة للتصحيح. ان حدث التصحيح والإصلاح
فخير على خير. وإذا ما حصل الإصلاح يصبح موضوع الثقة هو جزء من الإصلاح. حتى نصلح يجب أن يغير من لا يستطيع أن يعمل الإصلاح. وأعطيت فترة ولم يحدث أي شيء، فراح التوجه نحو الاستجواب. هذا الاستجواب هي دستورية ديمقراطية تحصل داخل قبة البرلمان كما تقول الأمريكيون، وبالتالي ممكن للمالكي أن يبين للمستجوب ويبين للناس اللي راح يستمعون إليها بقضية علنية كل العراقيين يسمعوها، يبين وجهة نظره. فإذا كان ما عنده إشكال في إدارة الحكم يطلع أقوى، وإذا كان عنده إشكال أنا أعتقد من حق العراقيين أن يكون شخص بديل للشخص اللي عنده إشكال يأتي إلى تعطيل التنمية في العراق وتعطيل الحياة في العراق وتعطيل الأمن والاستقرار في العراق. نعم دكتور عندنا الأستاذ أبو ضياء. أستاذ أبو ضياء هذا رجل سياسي يعني دائما أيضا يتكلم على القنوات الفضائية. تفضل أستاذ أبو ضياء. أبو ضياء عندك خرخشة ليش؟ مساء الخير. مساء النور. تفضل. مساء الخير. أرحب بك أستاذ عزيز. صوت شبيه أبو أحمد، صوت شبيه أبو أحمد، ما بشي أعتقد. أوكي، أرحب بك وأكبر فيك اشتراكك في إنجاح العملية السياسية ومحاولاتك أن لا تجعل الدكتاتورية موقعا في العراق. الله يشهد عليه 50 سنة من عمري ناضلت من أجل حرية أبناء بلدي، وأقاتل بقية عمري من أجل أن لا يكون أخي دكتاتورا، فكيف أن يكون لا أخي؟ أنا حقيقة عندي سؤالين لحضرتك باعتبارك نائب رئيس الجمهورية، أنا رئيس وزراء. إذا أكو تجاوزات من الإقليم في مجالين النفط وتصرف في العالم كونه خارج إطار الفدرالية، زين أكو هناك رأي حكومة الإقليم يقول أن نتصرف بموجب الدستور. ألا ترى يا سيدي من واجب الحكومة أن تحسم الأمر عند المحكمة الاتحادية، حتى لأن الإقليم يقول إحنا نتصرف بموجب القانون وبموجب الدستور وبموجب الصلاحيات التي لا تقع تحت الحصرية. فليش الحكومة تأخذ إجراءات ضد حكومة الإقليم؟ التهريب وكون يصرفون تصرفات خارج نطاق الصلاحيات الممنوحة لها. هاي واحدة. أنا حقيقة آلمني موقف الحكومة من مسألة السيد الهاشمي. انتبه إلى سؤالي، واعتبر هاي نقطة إدانة للسيد المالكي أو إلى حكومة التنفيذية الاتحادية. يقول إحنا 3 سنوات صبرنا على السيد الهاشمي وعندنا معلومات. واحد، سيد الخزاعي طلع على الفضائية العراقية وتكلم تفصيلا كيف كانوا بمعية بعض في مطار بغداد. رجعوهم من الطائرة إلى صالة الضيوف، طلعوا الحراس على الصفحة، أخذوا منهم 3، ركبوا طائرة سوية السيد الهاشمي والسيد الخزاعي، طاروا إلى سليمانية إلى سليمان. نعم، ورا 3 ساعات من وصولهم ذاعوا بيان إلقاء القبض على سيد الطارق الهاشمي باعتباره متهم. السؤال، 3 سنوات الصبر بالمطار أخذوا منه 3، ما قدروا يجيبوه، يقول لي بقعد بالبيت، الطائرة في أزمة أو إلى آخره، يعني في إصلاح. ليش خلوا يطير الطيارة يروح سليمانية بعدين يقول والله إلقاء القبض؟ أليس هذا عملية توريط الكرد أيضا وإدخال الكرد كونه مع الإرهاب لكي يصفوا الدور إلى سيد المالكي لكي يلعب بالساحة كما يريد؟ شكرا. سؤال بالملخص، دور الحكومة في محاربة التجاوزات على الدستور من قبل الإقليم، ودور السيد المالكي في إضفاء فتنة بين العراقيين عربا والكرد. شكرا لك لوجودك يا من سيدي.
الله يخليك. والله اعتقد انت جاوبت على الاسئله اللي كانت في ذهني، وانا اتفق وياك. المواطنين والاتحاديه هي الفيصل في موضوع الخلافات، والمفروض تعرض على المحكمه الاتحاديه، بالرغم انه ما قطعنا كثير بحياديه هذه المحكمه. موضوع الاخ الهاشمي والملفات اللي يتكلم عنها الاخ المالكي بفتره، انا اعتقد هاي جزء من سياسه التوريط، يعني اللي يستعملوها باستمرار لايجاد ملفات على السياسيين حتى يكممون افعال السياسيين. فتجد بين فتره وفتره عندنا ملفات على فلان، عندنا ملفات. انا اعتقد هذا الموضوع عيب ومنجوز ومخالف للقانون، وانا ايضا متاكد في ان من يقتل جريمه لمده 3 سنوات او اقل او اكثر هو مشترك فيها. هذا الموضوع يعني اصبح مخجل ومحزن في نفس الوقت. شكرا. يعني الدكتور صالح معنا، الاخ الاستاذ السياسي المعروف استاذ طالب عواد. تفضل عزيزي استاذ طالب عواد. طبعا اكيد تعرفه طالب. انا اعرفه الدكتور صالح من كان معيد بقسم التربه، يعني قبل اكثر من 35 اعرفه، اكثر من 35 سنه اعرفه. تحياتي لك دكتور، محبتي وتقديري لك ولكل الموجودين بغرفه شمس الحريه. انا اعتقد بشكل جازم انه كلكم تعرفون اين المشكل الحقيقي. يعني الوضع الحالي او حكومه المحاصصه هي جزء من صناعه الازمه، يعني تطلعون من ازمه تطبون بازمه. المشكل الحقيقي هي بالمحاصصه دكتور، وبالدستور الكسيح اللي كتبتوه انتم. هذا الدستور اللي ما يخدم اي عمليه سياسيه، بالاضافه الى مسألة جدا مهمة. انا ما اعتقد اكو تجربة بالعالم كالتجربة العراقية، انه واحد يجيب 230 صوت يصير عضو بالبرلمان العراقي، وواحد يجيب 15,000 صوت ما يصير. صوتي انا اطيد صالح المطلق يتحول الى حسين بن محمود. هذه التجربة ما موجودة. يعني بمعنى آخر عدم وجود قانون عدم وجود قانون انتخابات صحيح. فصل قانون الانتخابات بما يلائم هذه العملية السياسية الكسيحة. بالإضافة ماكو في شيء بالعالم واحد يقدر يصرف 10 ملايين ويريد يقدم الانتخابات، وسين من الناس غير قادر أن يطبع إلا يمكن صورة أو يطبع هذا. أي بمعنى آخر عدم وجود قانون يعني أحزاب. بالإضافة إلى قانون هذا اللي يملك وسائل الدولة وإمكانيات الدولة، ممكن يطلع بالعراقية من الصبح لليل، الآخر ما يقدر يطلع أو ما عنده ما حد يسمح له مجال أو ما يطلب مجال لأن يطلع يعرب عن نفسه. يعني بمعنى آخر عدم وجود قانون أعلام. بالإضافة إلى مسألة المفوضيات اللامستقلة، سميتوها مستقلة، في تقديري هي كلها محاصصة. الحيدري اجى من حزب وفلان اجى من مجموعة، وإذن هذه بمجملها خلقت الأزمة. الأزمة لا زالت قائمة، وأنا في تقديري المتواضع ومن خلال تجربتي بالمعارضة صار لي 30 سنة من 75 طالع من العراق، لا زلت مقتنع قناعة تامة أنه تطلعون من هالمطب وتطبون بهالمطب. وانتم كلكم تعرفون، وانا من اقصد اقول كلكم، انه فعلا كلكم تعرفون وين الخلل الحقيقي. الخلل الحقيقي يكمن بالمحاصصة الطائفية، يكمن بالوضع الكسيح لهذا الوضع السياسي. يعني بمعنى اخر الان العراق تحكم دول تكتلات، ويعني ماكو برنامج كل هاي القوى، مع الاسف ماكو برنامج سياسي. انا كمواطن ومتابع اشعر بشكل حقيقي أنه المسألة ليس صراع على البرامج السياسية، الصراع على الامتيازات، على مراكز النفوذ. يعني مع احتراماتي لك دكتور، أنا كلش اعتزازي بك عالي، طلعتوا أنتم العراقية من البرلمان وعطلتوا أنتم مجلس النواب ورجعتوا وما حد يعرف ليش. يعني ليش طلعتوا وليش طبيتوا وليش طلعتوا؟ شنو الامتيازات اللي حصلتوها وشنو الموقف اللي اتخذتوه؟ إذن أكو خلل. لا زالت أنا في تقديري يعني الخلل الحقيقي يكمن لحد الآن ما وضعتوا أيديكم
لأنه الآن الشارع العراقي قد محتقن، أنتم سبب احتقانه، يعني إن كان الاحتقان الشيعي سبب المجموعات الشيعية، بعدين أكو مسألة حقيقية يجب أن ندركها. هذا يعني أنا مو هاي محاضرة وهاي بس، السياسي العراقي في بغداد مرتبط بأجندات حاكمية. طالب نسجل خط، اوقف خلينا نشوف شو يصير. نعم والله يمكن أوكي. خلص الرصيد، خلي سجل الخط الحمد لله والشكر. هسه راح لا راح عملي الرصيد هسه. لحظه يا واش، استمر طالب، استمر لما اني املي الرصيد. استمر طالب، استمر. يلا املي على كيفك، خلي يسمع الرجل. لا خلي يسمع الرجل، يعني كلش هاي مسألة قائد كتلة يا اخي، مو لعب جهال. دا اشحن مره الاخ. قصدت؟ لا طالب دا اشحن مره الاخ ان شاء الله اقدر احصل. على كيفك والله، على كيفك. اي هسه خليهم يشيلون النقطة. محمود المشهداني قال تدري يا ابو احمد امام الناس، قال هذا المنتدى مال ينشال البرلمان، وهذا المنتدى يصير بمكانه، لان الموجودين بهذا المنتدى هوايه من البرلمان العراقي. والله العظيم هذا كلام محمود المشهداني. البرلمان العراقي ونديم الجابري انا متاكد. تدري نديم الجابري ايش قال والله الحق اقول ان في هذا المنتدى عقول. نديم الجابري حقيقه هذا المنتدى بيض وجه طالب، بيضنا وجه في هذا. لا بس خليها اتصل بي لحظه، بس اعطيني مجال. يلا اتصل. لا مو دا اشحن بعد، لا لازم اشحن بعد حتى لا ينقطع مره الاخ. مو هاي لازم اشتري بلتخذ، لا اشتري من الشركه. لحظه يا واش، خلي اشحن. على كيفك. اي رصيد. لحظه يا واش. هسه هذا اخر شحن. يلا هسه راح ادق عليه. يلا دق. دكتور صالح انقطع الخط من يمي، يعني عندي الرصيد خلاص. هسه الان شحنت الرصيد وطالب لا زال وياك، طالب العواد. تفضل استاذ طالب. عزيزي تفضل استاذ طالب. عزيزي دكتور صالح، ارجو ان يتسع صدرك، لان انا كمواطن يهمني انه هاي الصراعات اللي موجوده بين هاي الدول الطوائف او مكونات الطوائف، اعتقد لو يكون صراع على برامج وطنيه، على برامج هذا، لكن احنا شفنا الان بدا يشعر الشارع العراقي والمواطن العراقي انه السياسي مع الاسف الشديد انتماء للمشروع الاقليمي اكثر من ما انتماء للمشروع الوطني. هذه المساله انا مو اداء قصد الانتقاص، ولكن هذه الحقيقة. أتمنى أن يكون الصراع فيما بينكم على المشروع الوطني، على مشروع المواطنة. الآن بدأ العراقي يشعر أنه يعني ماكو مشروع مواطنة، أكو مشروع هذا سني، هذا شيعي، هذا كردي، هذا كذا كذا. هذا خلل ستدفع أجيال قادمة من العراقيين مسؤوليته. لذلك أنا يعني كمواطن حريص جدا على شخصية مثلك ومثل الآخرين أن ما يطالبون بالمشروع الوطني. يعني أنا حبذا لو صالح المطلق مو ينزل عن الرمادي، أتمنى ينزل عن العمارة وعن البصرة، هكذا نفهم. يعني أنت بجبهة الاتحاد الوطني بال54 انتخبوا سين وصاد بمناطق هي مو مناطقهم، لكن عندهم مشروع وطني وانتخبوهم الناس. فعزيزي دكتور صالح الرائع، وأتمنى يعني أن يتسع صدرك، هذه الحقيقة أنه الناس بدأت تفقد الصلة بينكم، ويعني صار جاب بينكم وبين مشروعكم.
لذلك أعتقد يجب أن نقول الحقيقة. الحقيقة تكمن بهذا الدستور، تكمن بعدم وجود قانون انتخابات واضح المعالم، بعدم وجود قانون إعلام، بعدم مسألة. بعدين دكتور التعالم باختصاصك، أحد يقبل دولة ما بيها تعداد سكاني؟ كيف يسوون تنمية وتعداد سكاني ما في؟ اكو دولة بالعالم، هاي جمهوريات الموزامبيق، هاي جمهوريات الموز هم تسوي دكتور تعداد سكاني. ده لا تعرف ايش قد اكو عندكم بطاله، اكو يعني ما اعرف شلون يعني دولة ما بيها تعداد سكاني وصار 10 سنين فالشغلات. يعني انا اتعجب واحملك انت بالذات مسؤولية. انا ما احمل البرلمان اللي بيهم فد 100 واحد خارطة العراق ما يعرفها، اجى ركب القطار بالربع ساعة الاخيرة ومجموعة انتهازية بيهم، مجموعة مصالح طائفية، شو تريد تقول؟ بس انا احملك انت مسؤولية. انت شلون تقبل تشتغل بحكومة ما سوت تعداد سكاني؟ شلون تشتغل بحكومة لا زالت يعني الرشاوي والسرقة المال العام؟ يا بس ما تقدر تقول للرئيس تثبتوها. فهذه الحقائق اتركها امامك. وانا فعلا ليش انا ما احمل فد واحد امي، فد واحد لا يقرا ولا يكتب. استاذ جامعي تتحمل مسؤولية اكثر من اي امي اخر. لذلك احملكم انتم باكر عقبه. هذا شعبنا قد يعني انت تعرف احنا يعيبون على فلان وفلان من المرحله السابقه، بس والله انا سالت اكثر من واحد بالمفاوضات بال90 91، قلت لهم احسن واحد سالت عدنان المفتي، قلت له احسن واحد شفته بالمفاوضات منو؟ قال لي طارق عزيز، فد واحد بس يفشر، بس شفته هو عزة الدوري اثقف واحد لان يعرف يحكي ويفتهم. فالشهاده دولت صحيح مو مهمه، بس مهمه انت عندك تجربه وعندك هاي. انت شلون تقبل تشتغل في كابينه حكومه وتعداد سكاني ماكو، كلها محاصصه؟ فاسف على يعني ارجو ان تاخذ الامور رحاب الصدر. وانا كعراقي محب كمواطن شو تريد تسميني تحت قارعه الطريق؟ وانا ذولا بالمناسبه بدي تشتغل وياهم اعرفهم، يمكن اعرفهم قبل ما تعرفهم انت، لان انا اعرفهم من بهم من الثمانينات، اعرفهم واعرف امكانياتهم واعرف طاقاتهم واعرف. لذلك عزيزي الدكتور، وانا يجوز لك شخصيا انا ما اعرفك من ال67 عندما كنت معيد بالجامعه. المهم اتمنى لك كل التوفيق، كل النجاحات. وهذه الاسئله اتمنى يعني هيك ما اريدك تجاوب عليها، بس خل تختمر عندك انه شنو موقف الناس الواعيه، وخصوصا برا. يعني الان برا والله العلي العظيم من نسمع يجون من الداخل عن ما يجري بالعراق تتاسف انه حتى تخجل تقول انا عراقي. ليش وصلت الامور لهالدرجه؟ اسف مره ثانيه على الاطاله، تحياتي اليك مع الاعتزاز والتقدير. تفضل دكتور صالح. أنا أريد أجاوب الأستاذ طالب، بس أرجو إنه ورا ما أكمل يعني يجاوبني على أسئلتي، أنا جوابي راح يكون أسئلة. أنا بسأل أستاذ طالب، هل يعرف إنه أنا من وقف ضد هذا الدستور وطالبت العراقيين أن لا يصوتوا لهذا الدستور لأنه عبارة عن دستور فسيح وهو مليء بالألغام ستنفجر عليهم في المستقبل؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يعرف أن صالح المطلق هو صاحب المشروع الوطني منذ بداية الاحتلال ولحد الآن، والذي رفض أن يدخل بمشروع طائفي بالرغم من أنه أعطيت له تعهدات بأن يأخذ أعلى موقع للطائفة في الحكم، ورفض ودخل في العمارة والناصرية والبصرة والموصل والأنبار بمشروعه، وفاز عند حد كربلاء، وفاز في مناطق أخرى. السؤال الثالث، هل يعرف أن صالح المطلق تارك موقعه في كنائب رئيس وزراء صار له 8 شهور بسبب هذه الأمور اللي تكلم عليها، أمور الفساد وعدم وجود عدالة والظلم الموجود والتجاوز الموجود وعدم وجود توازن في مؤسسات الدولة والطائفية في الدولة؟ يعني أعرف أنه أنا تعرف موقع صار له 8 شهور. ما يجاوبني على أسئلة
طالب تقدر تجاوب للدكتور. طالب اخذ المايك. دكتورنا الفاضل حبيبي دكتور صالح، طالب انا تسمعني؟ لست يعني انا من سامعك عزيزي، ما انت سامعني هسه ما اعرف. دكتور صالح، انا ما احمل فد واحد رجل دين امي، ما احمله مسؤوليه. انا احملك انت اول شيء عندك تجربه سياسيه. انا ما يعني ما ادري سامعني عزيزي ابو احمد، سامعني اخي ابو احمد اذا سامعني. يدا يسمعك ودا يجاوبك، دا يسمعك. انا اللي اريد اوصل لك الفكره بشكل بسيط. نعم وبدون تعقيد. انا ما احمل فد واحد رجل امي ظرف سياسي معين، ركب القطار بالربع الساعة الأخيرة وجاي بشكل طائفي بشكل انتهازي وصولي، وانت تعرف كثير من عندهم، وانا حكيتها بالشرقية قبل هيك 4-5 أشهر. انا متأكد كل التأكيد فد 100 نائب هالمجلس النواب هو خارطة العراق ما يعرفها. يعني خارطة العراق، مو اريد اقول تاريخ العراق السياسي الحديث، هاي مسألة كلش كبيرة عليه. خارطة العراق ما يعرفها، يعني ما له علاقة بالسياسة. بالصف ما له مكان يعرف معروف، مو بالمدرسة بالصف ما له معروف سياسي، ظرف معين جابه. لكن انت عندك تاريخ وعندك يعني رجال تشتغل سياسة صار لك 40-50 سنة. لذلك اللي يعني أرجو أن تتوضحون، تطلعون، تحجون، تقولون أين الخلل، أين يكمن الخلل. الخلل بالمحاصصة الطائفية، الخلل بالدستور العراقي اللي خلقه بريمر وجابه، الخلل من مجلس الحكم. هذه المسألة أنا متأكد كل التأكيد طالب طرحك ما يختلف عن طرحي، جزء أكثر جرأتي، لأنه أنت في موقع. يحكي الدكتور. خلي يتفضل. خلي يحكي الدكتور. تفضل دكتور. خلي يتفضل. خلي يتفضل. أنا آسف أطلت كثير، أنا آسف أطلت. لا عفوا. هل سمع أسئلتي لك بأنه أنا مدرسة بالدستور وأنا ممدوم مكاني صار لي 3 أشهر وأنا من رفض الطائفة؟ نعم دكتور صالح، سد الخط حتى أخابرك، حتى الصوت يصير أصغر. نعم. شوية سده هسه. نعم دكتور عبد الله طالب عيني دا يسألك هو أسئلة. عبد الله يقول انت سمعت اسئلتي استاذ طالب. دا يقول سمعت انت اسئلتي. لا ذكاء ما دا اسمع والله. ما ذكاء اسمعني ذكاء ما سمعت. انا ما يهمني ذكاء، انا ما يهمني اسال يتحملون مسؤوليه كل دول الموجودين. طالب عيني دا يسألك الأسئلة مرة أخرى أستاذ. نعم حبيبي. نعم يقول ما سمعت الأسئلة دي. أنا بخدمته. اسمع أنا حبيبي، أنا والله ما سمعت، بس أعرفه هو يختلف. شوف حبيبي، أنا مهما تكون أحترم كل أسئلته وتساؤلاته. الرجل يعني صح هو تارك هاي، بس المطلوب. تفضل. آسف. طالب عيني اسمع. تفضل دكتور. أنا طالب. أنا سؤالي كان أنه هل تعرف أنه أنا من رفض الدستور وقلت أنه كما تقول عنه هذا دستور كثير العراقيين لا تنصون عليه لأنه بيئة الغام راح تنفجر عليكم بالمستقبل. وهل تعرف أنه صار لي 8 أشهر أنا مقام في مكاني كنائب رئيس وزراء ضد الاحتلال ولحد الآن، ورفضت أن أكون في مشروع طائفي بالرغم من أنه أعطيت لي مواقع أعلى مواقع للطائفة إذا اشتركت في المشروع الطائفي. فهذه الأمور كلها أنا مسويها وأنت قاعد تحكي عليها. بس يبدو الذاكرة العراقية هم مرات مشكلة، أنت تعرفني وتعرف تاريخي وما تعرف هاي الأشياء عندي، لأنها مصيبة. طالب الرجل دا يقول لك سمعت أسئلته. هو يريد منك رد على أسئلته. يريد رد. هو سمع كل شيء منك طالب عيني، هو سمع كل شيء من عندك. هو يقول لك أنا عملت كذا وعملت كذا. نعم عزيزي. يريد رد من عندك على ما قاله.
هذا شيء هذا أشد إيدي. نعم أنا أشد إيدي على إيده وأتمنى له كل التوفيق وكل النجاحات. هذا الطرح أتمنى أن يقوله هو في كل المواقع، هو في موقع المسؤولية، يتحمل مسؤولية تاريخية، هو مو عابر سبيل. هو الآن خلينا نكون صريحين وأحكيها بشكل صريح، هو يمثل الآن بالمكون هالشكل، يمثل طائفة معينة حكمة العراق 80 سنة أو أكثر، لها جذورها بالمجتمع العراقي إذا نريد نحكي بدولة الطوائف والمكونات. هو يتحمل مسؤوليات. المفروض أنا أتفق وياه، أشيد على إيده، أقول له بس أتمنى أن يوضح هاي الناس. المفروض بالإعلام يطلع يقول يا ترى خلي النقاط على الحروف ويحسب لأنه هذه الحقائق يجب أن يدركها ابن الشارع، ابن العمارة يعرفها، وابن الناصرية يعرفها، مثل ما يعرفها ابن الكوت، ويعرف مثل ما يعرفها ابن الرمادي، ويعرفها ابن صلاح الدين. المفروض يعرفوها كل الناس. الآن اكو فد مسألة مع الأسف الشديد، هو دكتور صالح يمكن لامسها أكثر من عندي لأنه هو هناك عايش. اكو احتقان طائفي، والله إذا شوية كلها عدم ميليشيات، لو مو شوية التجربة هاي يمكن تنزل للشارع، لو مو الناس اكو عقلاء من الناس، لانه اكو الان هذا الاحتقان. هذه الحكومة يعني هذول بالموقع المسؤولية سووا فد احتقان طائفي ما يخدم كل المشروع الوطني. لذلك انا اشد على ايدك دكتور اذا ثبتت هاي المسائل. اتمنى إذا تدعو الى قانون انتخابات جديد يضمن صوتي وصوتك وصوت كل مواطن عراقي، تدعو إلى قانون أحزاب مثل ما كل هاي القوى اللي الآن هذا تدعو إلى حوار بين التكتلات السياسية. الآن هذا الحوار جدا جدا مهم في تقديري، لأنه هذا الاحتقان يؤدي إلى نتائج مو سليمة. وأتمنى أتمنى لك كل التوفيق، كل النجاحات، وأنا عاسف على الإطالة، محبتي وتقديري لك، ويعني أتمنى لك فعلا من الأعماق التوفيق والنجاح. شكرا أستاذ طالب. يعني أنا صار لي أكثر من ساعة ونص معه أو ساعتين مع الدكتور. هو تكلم بكل شيء، قال عن المالكية. شكرا يا أخي على فعلا هذا موقف أخلاقي. هذا موقف أخلاقي أنه يجي بهاي يجي ويا الناس يحكي فعلا. هذا نعم هذا موقف رائع يسجل لكل برلماني يلتقي بالناس، يعتبر هاي الناس فعلا جماهيره وناس وعراقيين من مختلف الآن موجودين بهاي الغرفة، الموجود السني والشيعي والكردي واليزيدي والصابئي. هذا اللقاء مع الناس خطوة إلى الأمام. نعم ومن كل فعلا من كل القرى. لذلك أنا فعلا يعني أشد على إيده أنه يتواضع. فعلا هذا التواضع سمة جيدة، أن يلتقي بالناس. فعلا اللي يتواضع يجي يلتقي بالناس، هاي الناس تقف امامه باحترام، حتى تتفق وياها او ما تتفق وياها، لكن هو اجى نزل للناس وحكى ويا الناس. هذا عدم يعني اكو تدري من عندهم يعني فعلا عايشين بابراج عاجيه، ما يختلفون عن فكر القائد القديم انه هم ربكم الاعلى. تحياتي لك مره ثانيه وشكرا. تدري دكتور صالح الآن يسمعوك من كافة أنحاء العالم، أستراليا، أمريكا. تعرف هذا المنتدى كل الموجودين عوائل تسمعك، كل بيت ب10 و7 و6 و5 الكل دا يسمعوك. من الضروري يعني مرات القنوات الفضائية تدري على العرب سايت أكو 800 قناة، واحد وين يلحق يشوف صالح المطلق على قناة؟ لما يدير على 10 قنوات 20 قناة لما يلحق بعد مخلص صالح المطلق أو أي مسؤول. هنا دايركت تتكلمون مع العراقيين، وعدنا على راديو شمس الحرية يبث، وتنقل إلى غرف أخرى بالأصوات، غرف أجنبية، غرف عراقية، غرف بحرينية، كويتية، لين ينقلون الأصوات. دكتور صالح عزيزي يعني واحد من يدخل هنا كم مشترك وياكم؟ يعني احنا الآن مع العوائل الموجودة مو أقل من الآن اضربها في 5، يعني مو أقل من 2000 واحد يسمعوك عندنا هنا. ما شاء الله. أي أكثر. نعم عزيزي، هذا العدد عدد كبير، وكلهم من كل العالم من كافة أنحاء الكرة الأرضية. وبعدين لا تنسى دكتور صالح عزيزي احنا بأوروبا
من نقعد بالقهوة، من نطلع بمجلس عرس فاتحة أيام الخميس، ياهو اللي يدخل على اليوتيوب راح يسمعك، الملايين يسمعون ذني عزيزي دكتور صالح. هذا شبكة الانترنت أصبحت قضية كبيرة، يعني لما ينحط سنة سنتين هذا التسجيل، والكل أعداد اللي يسمعوه يمكن يسجل إلى 1000 وال2000 و3000 لأن ينكتب الرقم اللي يسمعوه. هذه قضية كبيرة، وانت تعرف هذا شبكة الانترنت سقطت حكومات، مصر سقطتها وتونس وليبيا. هذه أصبحت فدغول كبير شبكة الانترنت. فوجودكم دائما ويانا يعني فعلا توضحون النقاط، تخلون النقاط على الحروف، ويستمتعون العالم بمداخلاتكم ومباشراتكم معانا. ودكتور صالح الآن الشيخ محمد الخزاعي يريد يسلم عليك. شلون هذا الشيء؟ وعليكم السلام. وين صار؟ وين صار؟ هياله اخذت ابو فاطمه. ابو فاطمه خذ المايك. ابو فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. شلونك ابو محمد؟ شلونك ابو فاطمه؟ مشتاقين. شلون كيفك؟ الله يخليك ويعزك ويسلمك. ابو محمد، انا عندي عتاب وياك. عاتبك هنا امام الاخوان لو بيناتنا؟ لا والله عاتبني امام الاخوان. صار. ابو محمد، من بديت مشروعك الوطني كل احنا دعمناك. ها؟ راح حتى يصيروا يشهدون عليك. اي صدق والله وديك. احسن. من بديت تدري دكتور صالح، فد لحظه ابو فاطمه تدري دكتور صالح ابو فاطمه عنده سياره 6 جير يعني، وعنده بداله 7 خطوط يعني، يبدل بسرعه. افهمها شغله سياسيه داش وياك. وانا على هاي. اي تفضل ابو فاطمه استمر. ابو محمد، دعمناك من بديت بالمشروع الوطني الى تتذكر من البدايه، واحنا من التقينا انا وياك، ولو احنا التقينا من زمان يعني انا وياك من 2003، بس اهم شيء كان لقائنا بال 2005 بالمصالحه. قلت هذا المشروع الوطني اللي احنا نريد ننهي الطائفيه ونتخلص من عندها، وتتذكر هذا هو كان مشروع الناس العراقيين، اكثر العراقيين، وهو هذا الحل الوحيد، وكل احنا مشينا بهذا الخط ودعمناه. اياها ابو محمد من جينا، حتى كثير من الناس الان وبالماضي انت شلون رحت ويا صالح المطلق يعايرون بينا، حتى تعرفها هذا، حتى تكون على بينه. انا اريد اعاتبك على بعض الاشياء. انت تقول احنا ضد تقسيم العراق، وواقف مع الاخ مسعود اللي هو يريد يقسم العراق، وقاعد تتفق مع النجيفي اللي يريد يقسم العراق، راح للامريكا ورجع يريد يسوي له مشروع ويريد يسوي له اقليم سني. عزيزي ابو محمد، قاعد ويا اياد علاوي ومتفق ويا اياد علاوي، واياد علاوي هو اللي جاب الاحتلال، وانت تدري من اللي اجوا مع الاحتلال وجابوا الاحتلال. انت ويا من سويت مشروع ويا، وانا قلت لك اياها من زمان. هذا الفرصه العظيمه لكم، انه تتفق مع دوله القانون وتنهي المشكله. انت ضد الدستور، وهسه انت سمعته، واحنا كلنا ضد الدستور، وانا كنت ضد الدستور، لان تدري واحنا كلنا نعرف بها المفخخات، والدستور اللي مشوه وقرروه ومرروه الاستاذ الهاشمي والحزب الاسلامي، وهسه انت تتفق وياهم. يعني كل الاشياء اللي انت ضدها والمشاريع اللي انت اتفقت وياهم، فانا هذا ها. اي دكتور تفضل رد عليه دكتور، رد عليه. انا اول ابو فاطمه خليه يرد عليك. ابو فاطمه خليني اكمل. لا والله لا خليه يكمل.
يلا كمل ابو فاطمه. خلينا نكمل. اول الناس وانت تدري انتقدنا العمليه السياسيه وانتقدنا الموجودين هناك، بس نور المالكي من راح للموصل وقال لا تتذكره قبل 4 أو 5 سنوات، قال أنا ضد تقسيم العراق ومع وحدة الشعب العراقي وضد الميليشيات ومع المصالحة الوطنية. قلنا بعد ايش عندنا ويا الأخ نور المالكي اللي يريد صناديق الاقتراع واهلا وسهلا به وخلي ياخذها. فلذلك احنا بدا السيد نور المالكي اللي هو صاحبك وصاحبي يتكلم مثل ما انا حكيت قمت انت تحكي. فالمفروض احنا نوقف وياه. ليش ما ندعمه؟ هل بها هو عنده اخطاء؟ هل عنده اشياء كثيره؟ احنا كلنا وياه. نعم ماكو هو قابل، هو امام معصوم، له امام منزل، له عنده الخبره اللي قاعد بيها. مو المفروض انت واني والاخوان نقعد وياه وندعمه؟ ليش تخلي فلان وعلان ونفتح؟ ليش مثل ما يقعد صالح المطلق عنده 20 سيت ويقعد مع المالكي ونخلص من هاي الطائفيه؟ هذه اللي يا ابو محمد اللي انا اعاتبك عليها، لانه مع الاسف انت رحت ويا الاخوان اللي اجوا واللي يردون يقسمون العراق واللي يطببون اسرائيل واللي عندهم المصايب، وانت قاعد تتفق وياهم. هذا عتابي وياك ابو محمد. تحياتي لك والف هلا بيك. شوف ابو فاطمه، ابو فاطمه اترك المايك. ابو فاطمه اي تفضل دكتور. عندي عتب عليك اكثر من هذا اللي حسيت. انا راح اوضح لك ليش انا وقفت ويا الاخوان اللي حسيت انا وقفت ويا يا دافع شعاب لانه مشروع وطني وضد الطائفيه، وفعلا شفته غير طائفي. مياد علاوي نعم هو جزء من الناس اللي جو مع الاحتلال، لكن لا تنسى ان معظم الموجودين بالعمليه السياسيه هم من جايين من الاحتلال. لا تلومني مثل ما نور المالكي جاي الاحتلال، مياد علاوي هم جاي الاحتلال. فهذه ردي على موضوع مياد علاوي. موضوع اسامه النجيفي، انت موجود برا، متى تعرف الظلم اللي موجود على الناس هاي اللي طول عمرها كانت تدعي بوحدة العراق واليوم أصبحت تدعي بفدرالية. بدأوا يطالبون بتقسيم من ضمن الحكومة المركزية، من ضمن أجهزة المالكي الجمعية، بس يحمي كرامته. ترى ما حد يدور حكم ولا حد يدور تقسيم ولا حد يدور ثروات ومال، يقول لك فقط الكرامة. لأنه مع الحكومة المركزية اليوم ما عندنا كرامة، بوجود قائد عام للقوات المسلحة بدون قيادة عامة للقوات المسلحة، وهو المتحكم في كل شيء، وفي حكمه ظلم كبير جدا على الناس. أنا شخصيا حسيت وياه. قلت له يا أخي يا أبو إسراء، أكو ناس مظلومة داخل السجون، عارف اللي نروح أنا وياك على جزء من عندهم اللي نعرفهم، أنا أعرفهم، وخلي نشوف دولة مظلومين لا مو مظلومين. إذا مو مظلومين حتى أنا واقف وياك وأقول لك بارك الله فيك فتح لك عليهم، وإذا مظلومين عشان ننصفهم ونتوسع إلى القاعدة الأوسع من المظلومين حتى ننصف الآخرين أيضا. إما تقنعني أو أقنعك، لا يسمع أي شيء من هذا الموضوع ويتصرف بطريقته الخاصة الانتقامية من الناس. أنت تريدني أقف ويا نور المالكي اللي معتقل 100,000 عراقي، قسم من عندهم صار له 8 سنوات بدون محاكمة، ومن تقول له تعال خلينا نسوي قانون ينصف هؤلاء الناس يقف من أقول أنا ما أقدر أنام وأشوف معتقل أو زوجة معتقل مريض يقول لي أنت رجل تنام، أنا ما أقدر أنام وأسمع شهيد. زين أنا ما عندي شهداء، ما أنطي شهداء، ما أنطي شهداء أكثر منك، لكن
هذا لا يعني انه احنا نفكر فقط في الشهداء وننسى الناس المظلومين في داخل السجون، نفصل بينهم وبينهم. موضوع مسعود البرزاني، الاخ مسعود، لا تنسى الاخ مسعود البرزاني يبقى عراقي وقائد من قاده العراق، ومن اقعد وياه مو عيب، من اتحاور وياه مو عيب، من اقول له هذا انا وياك مختلفين على هذا الموضوع خلينا نقعد نتحاور مو عيب، من نريد نصحح الوضع الدكتاتوري الى وضع ديمقراطي يعني وياه، لا يعني انا متفق وياه على موضوع المناطق المتنازع عليها او على موضوع كركوك على غيره، لكن هذه الامور تحل بالحوار. اليوم يا ابو فاطمه، اليوم صار المالكي هو الحبيب لك، ها، وانت صاحب المشروع الوطني اللي بديت فيه ويا صالح المطلق وغيره، وغيرت ومره رحت لي التيار الصدري ومره رحت لي كذا والان صرت لي المالكي. لا تخليني اخشى عليك ابو فاطمه. ابو فاطمه مو انت ابن ليش العشيره الزينه، انت العربي الاصيل، انت الصوت اللي كنا من نسمعك نفتخر به، ولازم نفتخر بيك، بس نريدك تضل على وضعك الاولي، لا تغير. انا نائب رئيس وزراء، انا المفروض اذا اريد اغير انا اغير، عندي مصلحه. انت قاعد برا ما عندك مصلحه بدوله، عندك مصلحه بانصاف الناس المظلومين. اسف اذا قسيت ابو فاطمه. الاعلام من حقك الدكتور، من حقك تحكي، وفعلا ابو فاطمه تغير، ومن حقك عزيزي. نعم نعم ابو عمر. ابو فاطمه كان مرشح وياي، ها على قائمتي من الاوائل بالمناسبه عام 2005. ابو فاطمه، ها ابو فاطمه، ها ابو فاطمه، شلون بدلت؟ قلت لك بداله دكتور، بداله 7 خطوط. ابو محمد وقفنا وياك، ابو محمد وقفنا وياك ودعمناك، انا وقفنا وياك ودعمناك اعلاميا وسياسيا واقليميا ودوليا، لانه نريد نخلص من هذه المحاصصه، ونريد هذه المصائب اللي تمر بالعراق. هذا اللي احنا وقفنا وياك عزيزي ابو محمد. دعمت التيار الصدري. بس اريد اذكرك انا ما منتمي لاي حركه سياسيه تدري بيها، ما انتميت لاي حركه سياسيه، بس احنا التيار الصدري انه وقفنا ويا الموقف من الاحتلال، اللي هو اللي كان نفس موقفنا يا ابو محمد. وثانيا عزيزي، هسه صار حبيب المالكي صاحبي، صار له 20 سنه، وانا اول الناس اللي طلعت على الاعلام وانتقدته سياسيا وانتقدته اعلاميا، بس الرجال بدا يتحرك. اما ابو محمد، انت تقول المالكي جوي الاحتلال، انت متوهم. المالكي ما جاب الاحتلال، وراح اودي لك باكر وثيقه وتراح تشوفه من اجوا بمؤتمر لندن. المالكي كان ضد مؤتمر لندن ابو محمد، الدعوه كانت ضد مؤتمر لندن وضد مجيء الاحتلال، وانا كنت مع المقاومه اللي انت تدري بيها. والناس انا شبعت الضيم من هذه، حتى اجاني، حتى انا راح احكيها امام الناس، هاي اول مره اجاني ادميرال ديفيد ناش، واللي انت تتذكر المبعوث الشخصي مال الرئيس بوش، قال لي ابو فاطمه بس ارجع ويانا بال2004 أو 2005 ما اتذكر يا ابو محمد، بس بطل من هذه دعمك للمقاومه والتيار وذولا، واحنا ندعمك. قلت له لو مستحيل اكون خائن وعميل. هذا بذاك وعطوني، عرضوا لي الامريكان عروض تغرب، بس ما اشتريتها، وما دخلت للعراق يا ابو محمد الا قبل كم شهرين من طلعوا الامريكان. انا اجيت للعراق، كل هذه المده انا تحملت المصايب والحكي واشكال والوان. المالكي مو قصه حبيب الي وانت مو صديق واخو. انه
احنا نريد نخلص. هذه المشكلة اللي تكلمت عنها السجناء السياسيين، انا اول الناس اللي داعيت بها، انا اول الناس اللي دعيت الى المصالحة الوطنية الى تتذكرها، اول الناس، ولا زلت ادعو. والحل الوحيد للعراق ان هاي المشكلة. بس انت تدري الدول الاقليمية الله ابتلانا بيها، عرفت شلون؟ فانا من اقول لك المالكي ما هو يا ابن عمي ملك منزل وصالح شو اسمه ما عنده اخطاء. احنا نروح انا وياك ابو فاطمه اتي مجال للدكتور ابو فاطمه اتي مجال للدكتور ابو فاطمه. بس لحظه واحده يريد يسالك، مو يريد يسالك سؤال. مو يريد يسالك سؤال. بس لحظه واحده بس بالنسبه لمسعود، بالنسبه مسعود هو صديقنا، مسعود ابوه صديق ابوي وهلا اصدقاء. بس انا شنو مشكلتي ويا مسعود؟ مسعود يريد اضعاف المركز، مسعود عنده يريد يشيط ويفيط بكيفه بالنسبه للقوانين. مسعود عنده مشاكل ويا كثيره. قلنا له يا ابو مسرور تعال اقعد، احنا اخوتك، تعال للفرات الاوسط لا عاد تجون. هذا صدام راح. لا تضعفون المركز، لا تسوون المصايب. احنا مع وحده العراق، ما عندنا مشكله ويا مسعود. بس احنا لو مسعود هذه المشاكل يبطلها، انا على ما اقول عنده ويا حاجه، ما عندنا شيء وياه. وثانيه الدكتاتوريه، شنو الدكتاتوريه؟ شو صار المالكي دكتاتور؟ اكو اغلاط ابو محمد، ما اقول لك ماكو اغلاط، بس احنا هاي الاغلاط نقدر نحلها بالحوار. باكر انا اجيك البغداد ونروح للمالكي، انا وياك، نروح انا وياك هسه امام الناس، اروح انا وياك وخلينا نشوف تنحل لو ما تنحل. وتحياتي لك. والله ما تنحل. نعم. من اللي ثبت المالكي رئيس وزراء؟ مو الامريكان والايرانيين كيان واحد؟ من اللي الان نقى المالكي بعد ان اجتمعت كل هذه القوى على اخراجه؟ هو ما يعرف منه؟ هو يعرف كل الزين، بس قل له سلم لي عليه، هو اخويا وصديقي. قل له ظل على جذورك الوطنيه الاصيله اللي كنا نعرفها بيك. اللي يجي ويشوف السجون والمعتقلات هنا راح يغير وجهه نظره. خلي يشوف الناس المعذبه جوا اللي قاعد تصرخ يوميا، وخلي يشوف الاهانات اللي تصير على الناس فقط لانها تابعه من قضيه طائفيه، لان ذلك ويشوف. سلم لي عليه. دكتور صالح، يعني انتم ما تقدرون، انتم القائمه العراقيه عندكم 91 مقعد كان، ما تقدرون يعني هذول المسجونين شنو ذنبهم؟ صار 8 سنين 9 سنين بدون محاكم، على اي اساس؟ بيا قانون بيا دوله صايره، ما تقدرون تسوون شيء حال يعني دكتور صالح؟ لانه الملف الامني اللي من خلاله تصير الحالات مسيطر عليه كليا من قبل الاخ المالكي. ومن ما نقول دكتاتور احنا ما قلنا لحالنا. واحد مشلب بالملف هذا كله يقول لك ما اسمح لك تتدخل بشرطي، ولا تسال سؤال، ولا تروح ولا تجي، ولا اسمح الضابط يدورك، ولا هذا انا المسيطر عليه حتى بدون قياده عامه القوات المسلحه. ولا يصير نائب رئيس الوزراء يدخل على بيته يوقفوا شرطه لو جنود ربع ساعه بالباب اللي ياخذ موافقه مدير مكتب القائد العام. هذا يا اخي هذا مو سلوك دوله، مو سلوك دوله، ولا تنزل الدوله هي. خلي يسعون ويشوفون معاناه الناس وين، وهاي ما تدوم لحال. لو تريد تدوم خدامه قبلها. دكتور صالح، قبل اول البارحه كان صباح الساعدي كان ضيفنا،
يعني تهم ما أنزل الله به من سلطان على نور المالكي، كاتم الصوت والاغتيالات والسرقات والدكتاتورية والهيمنة، ما خلى شيء ما حكى على نور المالكي هنا. ما تعتقد أنه كيف نور المالكي ساكت على هذه الأمور إذا كان نور المالكي دكتاتور وقاتل؟ كيف يسكت يعني؟ شلون يسكت؟ كيف يسكت على شنو؟ شلون يسكت على هذا الكلام اللي دا يحكيه ويتكلم عليه الشيخ الساعدي؟ يتهمه بالدكتاتورية والقتل والكاتم الصوت والسرقة والهيمنة والدكتاتورية، ما حاطي وعشرات التهم عليه. كيف باقي عايش هذا إذا كان نور المالكي دكتاتور وقاتل؟ هذا سؤال محير يعني. هي حتى تقول، حتى تتحير أنت وتحير أني وتحير المواطن الآخر، يقول لا الرجال ما عنده ما يديش عليه ولا شيء. يعني هذا في الستار، يعني لربما هناك اتفاقية بين الشيخ الساعدي، شيخ صباح الساعدي ونور المالكي، يقول له احكي علي واني ما ادير لك بال، وحتى الناس يقولون ديمقراطية. عم تصير؟ عم يصير. يا دكتور اعتقد تعبت انت مو؟ والله اشكرك يا دكتور صالح، انا ممنون من عندك. انا حقيقة اتصل بيك بعد في الاسبوع حتى نسوي موعد اخر وجلسة اخرى، لانه فعلا مهم دائما تكون ويانا. وهناك ايادي مرفوعة واسئلة بالعشرات بل بالمئات الك، بس انا اشوفك تعبت، ما اريد اعذبك اذيك. انا اتفق وياك واخذ منك موعد يعني يوم قبل حتى يكون عندك فرصة ورا 24 ساعة تكون ضيفنا. موافق دكتور؟ كل الاخوان الرافعين دينهم والما رافعين دينهم، ونقول لهم تحياتنا ونبقى على تواصل ان شاء الله. ان شاء الله دكتور صالح، ممنون من عندك وشكرا جزيلا، وتصبح على خير. الله يعز العزيز، في امان الله. الله يابا اولا الرجال تعب، مبين منه تعب. انا اقدر اجيب دكتور صالح اسبوع الاخ، واقدر اجيب ضيوف مستمرين داخل